جمال شاب يحب المغامرة، وخصوصا منها المرعبة. في إحدى الليالي الباردة قرر جمال الخروج مع أصدقائه إلى منطقة جبلية يقال إنها مسكونة بالجن. كانوا يريدون المغامرة واختبار جرأتهم، لذلك أحضروا معهم كاميرات للتصوير وبدأوا رحلتهم. وصلوا إلى المكان بعد غروب الشمس، وبمجرد أن بدأوا بإعداد المخيم شعر جمال بشيء غريب يراقبهم، لكنه تجاهل الأمر معتقدا أنه مجرد وهم بسبب الظلام والجو الغامض. بعد ساعات من الحديث والضحك حول النار، قرروا استكشاف المنطقة المحيطة بهم. وبينما كانوا يتجولون في الغابة، سمعوا أصوات همسات ضعيفة تأتي من بين الأشجار. كانت أصواتا غير واضحة، لكن كأنها تدعوهم. بدأت القشعريرة تنساب في أجسادهم، لكن الفضول دفعهم للاستمرار. تعمقوا في الغابة حتى وجدوا ممرا ضيقا. بينما كانوا يسيرون، شعر سمير بشيء يخطفه من الخلف. استدار سريعا لكنه لم يرى أحدا، ومع ذلك شعر كما لو كان هناك كائن يتبعه. بدأ القلق يتزايد، وبدأ أصدقاؤه يشعرون بالتوتر. قررت المجموعة العودة إلى المخيم، لكن الطريق بدا مختلفا، وكأنهم ضلوا الطريق كلما حاولوا العودة. كانت الغابة تكاد تغلق عليهم، ثم سمعوا صرخات مرعبة تأتي من بعيد، كأن شخصا يتألم تجمد في أماكنهم، وبدأوا يشعرون بأن الخوف يتسلل إليهم. فجأة ظهرت أمامهم كائنات مظلمة، كأنها ظلال متحركة تتراقص حولهم. وهنا أدركوا أنهم ليسوا وحدهم في الغابة الكبيرة. حاولوا الهروب، لكن الغابة كانت تبدو وكأنها تبتلعهم. بعد لحظات طويلة من الخوف، تمكن سمير وأصدقاؤه أخيرا من الخروج من تلك الغابة المرعبة، لكنهم لم يتحدثوا عمن حدث لهم، لأنهم وعدوا تلك المخلوقات الغريبة بأنهم سيلتزمون الصمت. ومنذ تلك الليلة ظلوا يشعرون بأن شيئا ما يتبعهم، وأصبح الأحلام التي يرونها مختلطة بالخوف والظلام. مرت الأيام، لكن جمال شعر بأنه يحمل معه سرا ثقيلا، وكأنها لعنة الجن قد التصقت به وبأصدقائه. كانت تلك الليلة نقطة تحول بالنسبة لهم، حيث أدركوا أن العالم ليس فقط ما نراه بأعيننا، بل يوجد قوى خفية لا يمكن تفسيرها. ومن خلال هذه التجربة، قرر الأصدقاء بأن لا يذهبوا مجددا إلى الأماكن الخالية من البشر، لأنها قد تكون عالم الأشباح المليء بالرعب والهلع. وهكذا انتهت مغامرتهم، لكنهم لن ينسوا أبدا تلك الليلة في الغابة الملعونة التي غيرت حياتهم إلى الأبد. هكذا انتهت القصة المرعبة. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.